يعني معكش ماديات كافيه ان حضرتك تجيب آلة موسيقيه، الكلام ده مظبوط؟ كلمنا عن الموضوع ده شويه. الموضوع ده كان طبعا بالبدايات لما كنت في سوريا لسه ايام الدراسه والحاجات دي، اكيد الآلة الموسيقيه كانت شيء ثمين يعني، فكانت صعبه. انما الحمد لله يعني انا يعني بعشق العود شويه، تقريبا عندي في البيت حوالي 30 40 عود. ما شاء الله. الموضوع ده اثر وقتها معاك نفسيا؟ لا عادي، بالعكس كان عندي عود بالعكس يعني، انما مش المقصود انه ما كانش يعني الحاجات الثانيه بيانو مثلا، الاورج، الحاجات دي كانت طبعا غاليه وصعبه، انما العود ده كان موجود وتعلمنا العود وابدعنا فيه الحمد لله. في بدايتك الفنيه كنت بتنتقل من محافظه السويداء الى دمشق مرتين اسبوعيا. بالظبط. اكيد كنت بتواجه عناء ومشقه في الموضوع عشان ده. المشوار كان طويل اكيد، وكنت لسه في المدرسه وكان صعب المشوار عشان اخذ 10 دقائق درس السولفيج المزيكا، فاكيد يعني بس عدت الايام دي كلها بقت خير الحمد لله وذكريات حلوه. ماذا تمثل لك مصر؟ مصر ام الدنيا، ام العرب، ام الخير، الحضن الدافي لكل، مش لكل عربي، لكل انسان في العالم، لانه دايما كانت فاتحه ابوابها ولا زالت فاتحه ابوابها وهتفضل فاتحه ابوابها لكل الناس في العالم. ايه سر اختفاء الفنان ماجد القاسم؟ مش اختفاء، هي عدت فتره كده كانت يعني فيها نوع من اللخبطه كده فنيا، فكتير من جيل التسعينات كانوا غير متواجدين او غير موفقين بتقديم اللي عملوه، لانه كانت